بسم الله الرحمن الرحيم فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع ومن الضلالة ومن النار. أما بعد إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سنجي نولي الدرس السادس في سلسلة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. درس بوسقي كما يظهر يعني في السبورة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. نهضر في سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل ذلك كما اتفقنا يعني في الدرس الماضي ندبلك ماذا بنا ناوي بالتفصيل أمي كديوس سيدنا إبراهيم عليه السلام إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل عليهما السلام إلى شبه الجزيرة العربية. ندت أدنى القصة أمثلة أشو العلاقة ديال قصة سيدنا إبراهيم الخليل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم من إسماعيل. الرسول يسدس إسماعيل عليه السلام. إلى قد ننظر القصة يجي أمك تضرب. إذن كما جاء في صحيح البخاري والقصة كاملة يروي وقد جاءت عن الصحابي الجليل ابن عباس صحابي جليل تايد يروان القصة يجي يقال أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة تمطوط إبراهيم خليل تمطوط مزوال
البداية كاش المعني ناس إنيك ثمطو ثم زواروث يخدمن أوس منطقة كي ذاوس إنيك مثلا إسماعيل جاتي ثم زواروث هي أم إسماعيل يوكن ربما تأثر ميس يعني تطفي السيس أوساقي يعني ينفع والأوساقي استخدمت كذلك مثل سكس الآخر يتبنى لطراس أذيلة تعدي أفانتا أفتمطوث ابن سيدنا إبراهيم ثم زواروث وهي صار خاطر من الندم قصة ذاكي واحد نتدي الحديث ذاكي ولكن يمكن يدوسا في كتب التاريخ أن إبراهيم عليه السلام يمكن لنا من لا يسعى الجارية يكي الخادمة يكي وهي هاجر صارت الناس ما دام يكون صغار الدريا الزوج كلس وقد هاجر لعل ربي كديفك الذرية ما كديفك الدريا فاتخذها سيدنا إبراهيم الخليل زوجة وزمرا كيني وثوى مطعن في الزواج فهي زوجة والزواج صحيح ضربك زرع انتيك سنن الأركانينس كل عصر كل وقت يسعى الأركان يسعى شروط لكن يوم لا يطعن في زواج سيدنا إبراهيم أن يتقان بعض الكفار أن هو ماشي في الزواج يعني ما دام كانت خادمة هاجر عليه السلام. المهم أن بعد مي يكزوجي سيدنا إبراهيم الخليل يسعد ميس إسماعيل من هاجر فمطر سنة سيتجاوز 100 سنة قال العلماء نواحي 100 سنة يغال يعني يتقال ظهر يفن شوية الحقد والعيار والبغضاء يفهمتو ثبزواروث صار وقل هاجر فسيدنا إبراهيم عليه السلام ويفارغ اللي الحقد يفضل هاجر مع ابنها إسماعيل وهو رضيع إلا مازال يتطلب هاجر يعني مش طوح لنا عمريس وكي ولاش في القصة وكي السبة وكي الذي كتب التاريخ وكتب قصص الأنبياء كابن كثير إذن فهاجر مس إسماعيل عليه السلام مع سيدنا إبراهيم ثم جاء بها إبراهيم وابنها إسماعيل فرض الزف سيدنا إبراهيم وقذ الرضيع وهو سيدنا إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت آمي قبل يوم كان البيت يسمى البيت وقبل يسمى زرع البيت مثل الوادي ذم كان مرتفع البيت أخطر من يروى ابن عباس ديجا ذي البيت اللي توفنا قصة يجي يبوتي الرسول صلى الله عليه وسلم حديث لذلك حتى وضعها عند البيت عند دوحة هذا اسمه كلمة ندى يوث الشجرة قرحات عظيمة وهي الدوحة يكمي بضار الصحراء دون يوث الشجرة شتينات إساسدنا هاجر عليه السلام لأنك فوق زمزم الإمام مازال ولكن ذي قلنا زمزم سينا اللي فوق زمزم ماء زمزم عندها يكسر سيدنا إبراهيم الخليل هاجر مع ابنه إسماعيل عليه السلام في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد ولاش حتى يولي الوقت واش من يصدغنا مكان وليس بها ماء ولا شمال ومكان فوضعها هنالك ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء أين أشوف بيد سيدنا إبراهيم عندي ترى الماكلة جراب والسقاء أما دينا عندي يعني زي الجلد كيا لقيس أمان يعني السن مراجي يقبيدس سيدنا إبراهيم الخليل ثم قف إبراهيم منطلقا إذن رجع خفى يعني يغلد جسد دينا يروح فتبعته أم إسماعيل تبعيث هاجر سيد فيس ثلاث قرص يا إبراهيم